الشيف براك ظهر لنا في فيديو وهو وجهه حزين ومفيش الابتسامة اللي هو معودنا انه يظهر بيها في الفيديوهات بتاعته، وبكى شوية وقال جملة لا تحزن فإن الله معنا. دي الجملة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لأبي بكر الصديق وهم في غار حراء. الشيف براك قال بعد كده في الفيديو دوت ان هو ملوش اي علاقة بسلسلة المطاعم اللي بتحمل اسمه في جميع انحاء العالم، وان هو ملوش علاقة بس الا بالمطعم اللي بيجهزه حاليا. الله، ازاي يا براك؟ ده انت عندك سلسلة مطاعم كتير في جميع انحاء العالم، معقولة يكون الشيف براك افلس ولا ايه اللي حصل يا جماعة؟ تعالوا معايا اقول لكم ايه الحكاية وحكاية الفيديو الحزين، والشيف براك طالع وهو حزين كده ليه في الفيديو ده. من فترة انتشر ترند على السوشيال ميديا عن الشيف براك، وقالوا ان الشيف براك اشهر شيف في العالم، وانه دايما مبتسم وبيضحك وهو بيقدم محتوى الطبخ بتاعه. ظهر الشيف براك في فيديو وهو بيقدم محتوى الطبخ بتاعه بعد كده وهو عابس الوجه ومكتئب، وعمل المحتوى بتاعه اللي هو الطبخ، وبعد كده قال لجمهوره أهذا جيد. وظهر تاني الشيف براك تقريبا من أسبوع وهو عابس الوجه وقعد يبكي شوية، وبعد كده قال جملة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قالها لأبي بكر الصديق وهما في غار حراء، الجملة اللي هي لا تحزن فإن الله معنا. الشيف براك ده كان مشهور بابتسامته اللي ما بقتش موجودة دلوقتي. الشيف براك بدأ يحكي حكايته وايه اللي حصل معاه والمشكلة اللي حصلت معاه. المشكلة اللي حصلت مع الشيف براك انه رفع قضية ضد ابوه بيتهم فيها ابوه بالاحتيال والنصب، لان ابوه قام ببيع سلسلة المطاعم اللي بتحمل اسمه واسمه التجاري لرجل اعمال مشهور. والشيف براك قال كمان في الفيديو انه ملوش اي علاقة بسلسلة المطاعم اللي تحمل اسمه في جميع انحاء العالم، وانه باع عربيته وبيجهز مطعم جديد هو ده بس المطعم بتاعه. السؤال المهم هنا يا جماعة، طيب هو ليه الاب عمل كده في ابنه؟ ايه اللي خلى ابو براك يعمل كده فيه؟ السبب ايه يا ترى؟ ابو الشيف براك كان مدير اعماله وكان معاه توكيل من الشيف براك وكان له حرية التصرف في كل حاجة. فاكرين من فترة كده كان في زلازل حصلت في تركيا، الزلازل دي اثرت في اماكن كتير في تركيا وفي بيوت كتير وقعت في تركيا وفي ناس بقت في الشارع. وبعد كده كان في حملة لإعادة بناء تركيا ومساعدة الناس اللي بقت في الشارع، وكان من ضمن المشجعين للحملات التبرعات دي كان الشيف براك. والشيف براك بالفعل صرف مبالغ كبيرة على حملات التبرعات ديت لمساعدة الناس المتضررة من الزلزال واللي بيوتها وقعت وبقوا في الشارع. ابو الشيف براك ما كانش عاجبه تصرفات ابنه وعمل الخير اللي كان بيعمله ابنه، وكان معترض على تصرفات ابنه وعلى الفلوس الكتير اللي ابنه صرفها علشان التبرع للناس المتضررة بسبب الزلزال. وحصل خلاف ما بين الشيف براك وابوه، وده السبب اللي خلى الشيف براك يقاطع ابوه، علشان الشيف براك كان عايز يتبرع ويعمل خير، لكن ابوه كان معترض على تصرفاته دي. ابو الشيف براك عشان كان معترض على تصرفات الشيف براك في تبرعه بمبالغ كبيرة لمتضرري الزلزال، عمل ايه؟ استغل التوكيل اللي الشيف براك عمله له وقام بايع سلسلة مطاعم الشيف براك في جميع انحاء العالم، وكمان الاسم التجاري بتاعها لرجل اعمال مشهور. طبعا الشيف براك ما كانش يمدي خوانة ان الطعنة
تجيله من أقرب الناس ليه وهو أبوه. عشان كده الشيف براك طلع في الفيديو وقال الجملة اللي قالها، وقال إن هو ملهوش أي علاقة بسلسلة مطاعم اللي بتحمل اسمه في جميع أنحاء العالم، وإنه باع عربيته علشان بيأسس مطعم جديد، وقال إن هو هيبتدي من أول وجديد وهيقف على رجليه إن شاء الله. والله اللي عمله الأب ده شيء محزن قوي. بدل ما يشجع ابنه على فعل الخير بيلومه على فعل الخير. الشيف براك ده مثل فعلا يحتذى بيه. لما شاب في عمره 29 سنة يكون شاطر ومجتهد وطموح وموهوب في أدائه في تقديم محتواه المحترم، وإنه في وقت قصير قدر يعمل لنفسه اسم والشهرة ديت. تعرفوا إن الشيف براك بدأ شغله في مجال الطبخ هو عنده 16 سنة، وبقى في الشهرة ديت يعني 15 سنة بس اللي اشتغلهم. في ناس بتقول ان سبب شهرة الشيف براك هي اعمال الخير اللي كان بيعملها، وفي ناس بتقول ان هو كان بيعمل اعمال الخير ديت كدعاية لنفسه. والله لو كان بيعمل اعمال الخير ديت كدعاية لنفسه فده في حد ذاته يدل على انه شخص ذكي. ولو كان سبب شهرته ان هو عمل اعمال الخير اللي هو كان بيعملها فده يعتبر شخص ربنا راضي عنه. وارجع واقول لكم ان الخير اللي كان بيعمله الشيف براك سواء كان بيعمله لوجه الله او بيعمله كدعاية لنفسه فدي علاقة خاصة ما بينه وما بين ربنا، لكن في الاخر في ناس استفادت من الخير دوت، وربنا هو الوحيد الأعلم بنوايا الشيف براك. الشيء الموجع فعلا في الموضوع إن اللي عمل كده فيه هو أبوه، ودي صدمة كبيرة يا جماعة توجع. إن أبوه يضيع شقة عمره في لحظة ببيعه كل سلسلة المطاعم اللي بتحمل اسمه. أنا عندي ثقة كبيرة جدا في ربنا إن الشيف براك هيرجع يقف تاني على رجليه، لأنه شخص مجتهد وطموح، ولأن الخير اللي كان بيعمله مع الناس هيتردله، لأن اللي بيزرع خير بيلاقي خير، وده كفاية عليه حب الناس له ودعوتهم له. من حبه ربه حبب فيه خلقه. الشيف براك بمساعدة ربنا أولا وبدعوات الناس اللي بيحبوه ثانيا هيتعافى بسرعة. أما عن الأب حب أقوله إن أنت غدرت بابنك وخدت منه شقة عمره وضيعت التعب 15 سنة شغل ليه، لكن ربنا مش هيسيبك تنفد بعملتك ديت، وإن شاء الله الشيف براك هيرجع يقف تاني على رجليه بفضل ربنا وبفضل دعوات محبيه.